السلام عليكم. معكم سمية طرابشي، واليوم لأول مرة بحياتي راح جرب الراميون الكوري بنكهة الدجاج الحار. راح أعطيكم رأيي بكل صراحة. أنا هون فتحت كيس الراميون لأرجيكم كيف شكلها. هي قريبة على الاندومي العادية بس بتيجي أكبر، وهيدا الخضار اللي مجفف اللي بيجي بقلبها، وكمان الصوص الحار. يا إلهي هيدا القصة كلياتها. أنا هون عم ضيف الراميون فوق المي المغلية بقلب كسرولة، وبرجع بضيف عليهم ظرف الخضروات يلي جاية معه. تقريبا بدها 5 دقايق ل30 ثانية مثل ما مكتوب بالضبط بطريقة التحضير. حرك كتير منيح الراميون الكوري أو الاندومي الكوري، وبشوفوا إذا استوى أم إذا بده بعد وقت للسلق. وبعد ما استوى عندي الرامن بفضيه بقلب جاط عميق. فيكم تخلوا معه المرقة تبعته أو تصفوه نهائيا من المي. وحطيت شوي من الصوص الحر تبعه، تقريبا شي ربعه أو أقل، واللي بيحبوا حر كتير يحطوا. وآخر شي بحركن كتير منيح بالشوبستيك. هلا رح اعطيكم رأيي بكل صراحة. هي طيبة بس إذا بتحبوا تضيفوا سجق بيض بتطلع كتير طيبة. شكرا كتير لكم على المتابعة. ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. باي.